طيب لماذا شبهت نفسك بالرئيس أوباما؟ هذا أيضا لم أشبه نفسي أنا، الذي شبهني به بعض الإخوة. إيه؟ أنا تقبلته نعم، لكني لم أشبه نفسي ولم أذكره، لكن كان هذا من يعني أوقد ناره الأمير خالد بن طلال. إيه؟ وأحد الأحبة اسمه نشوان النشوان، هم الذي بدأوا بها ونشروها. تعرف عندنا ما شاء الله يعني النكت والذي تنتشر أكثر من العلم. ماذا عن تجربتك بتويتر أبو عبد الإله؟ تويتر وما أدراك ما تويتر، يعني هو أيضا بعض الناس يعني للأسف الشديد يقول أنت ما سويت كذا قبل الحرم، وهو ما أدري يعني هل هو غباء منه أو جهل، لأنه في أثناء كنت في الحرم لم يكن هناك تويتر أصلا ولا فيسبوك ولا واتساب، وكان الواحد أقصى أمانيه أن يحصل على نوكيا 95 يمكن. الآن الحمد لله صارت تنوعت الطرق والوسائل، وأيضا الكلام الذي قد نقوله قبل 5 سنوات قبل 10 سنوات ربما لا نستطيع أن نقوله في ذاك الوقت، والآن الحمد لله طبعا مساحة الحرية صارت أكثر وأكبر. فالذي يقارن زمننا الآن بزمن قبل 10 أو 20 أو رحم الله بن باز، أعتقد أنه يعيش في الماضي لا يعيش في الحاضر. جزء مهم في حياة الشيخ عادل الكلباني، وهي فتوى صدرت لك حول الموسيقى وإباحتها، وأثارت الكثير والكثير من الجدل واللغط. الناس قالوا أنه عادل الكلباني تراجع عن هذه الفتوى. أنا قلت هذا الكلام أيضا، وأنا وعدت بعض الشخصيات العزيزة على نفسي أني لا أعيد الكلام فيه، ولكن رأيي قلته هو انتهى، ومن أراد أن يسمعه فليرجع إليه، وما زلت عليه. من ضمن الأسئلة التي وجهت بها أنه اسألوا الكلباني إذا هو له رأي في إحلال الأغاني أو إحلة الأغاني، هل نسمع الأغاني والذنب عليه أو الذمة عليه؟ وفيما يخص النساء هل نكشف الغطاء والذمة عليه؟ ماذا تقول؟ هذا نوع من التدليس. يعني يجيك واحد طول عمره يسمع أغاني، من يومه بزر وهو يسمع أغاني، ويصبح ويمسي على الأغاني، ثم يقول والله أنا بسمعها والإثم مع الكلباني. يا أخي لا تكذب على نفسك ولا تكذب علي. الأمة كلها ترقص تقريبا، لا في الجنادرية يرقصون ويغنون من قبل الكلباني وبعد الكلباني، وفي المفتاحة وغير المفتاحة وفي كل مكان. ومحمد عبده يغني من قبل لا يولد الكلباني يمكن، ومع ذلك الآن صار يعني بيسمع أو بيغني والإثم على الكلباني. هذه مشكلة دي. هذا نوع من التدليس. مثل كذا الكلام في أنا أولا لم أتكلم إطلاقا في مسألة كشف الوجه، هذه واحدة. ولو تكلمت وقلت رأيي أو كان الرأي مخالفا، فأنا لم أقل كلاما من عندي، يعني ليس كلامي أنا أقول هناك خلاف بين أهل العلم في مسألة كشف الوجه وغيرها من الفتاوى. الكلباني ماذا يرى في كشف الوجه؟ ستجد فيها أنت الآن تريد أن تجرني إلى حرب على أساس نقفل الشائعات يا أبو عبد الإله. الآن ماذا ترى في كشف الوجه؟ أنا لم أقل فيه شيء. والله الذي في السعودية يعمل برأي أهل السعودية ويريح نفسه ودماغه، واللي في مصر له أن يفعل برأي المصريين، والذي في الشام يأخذ برأي الشاميين، وكلهم إن شاء الله علماء وكلهم على خير. آمين يا رب. طيب هل يندم الكلباني على بعض التصريحات والفتاوى أو الردود؟ لا، لم أندم على شيء ولله الحمد منه، ولم أقل شيئا أندم عليه. خلينا نشوف الصورة لزيارة الشيخ عادل الكلباني للفنان والأستاذ يوسف الجراح إثر وعكته طبعا الطبية التي مر بها، والحمد لله شافاه الله وعافاه من هذه الوعكة. دعواتنا بالتوفيق لأبو عبد العزيز. هذه الزيارة فهمت خطأ من المتابعين للشيخ عادل الكلباني، ايش رايك أبو عبد الإله؟ والله ما ادري، هم يظنوني جاي يقرا عليه ولا خوفه ما ادري يعني. لكن هو انا يوسف الجراح جزاه الله خير يعني لقيته عند الشيخ ناصر العبيد، وبالتالي ناصر العبيد اخوه الفنان ماجد العبيد، فجاء يوسف معه وتعرفت عليه هناك في ذاك المجلس،
ثم في أكثر من لقاء، وثم حج معنا قبل 3 سنوات تقريبا، وتوطدت العلاقة بينه وبينه شخصيا ليس لها شأن بفنه. وجدته رجلا يعني لا كما نظن نحن أيضا، من رجل راعي صلاة والحمد لله، وراعي بر والدين، وراعي ذا قد يكون عنده شيء من الأخطاء مثل أي إنسان آخر. والفن الذي يفعله يعني كل أكبر يمكن فيلم سووه طاش ما طاش، يمكن ما أعتقد إنه ذاك الإجرام الكبير في يعني طبيعة مجتمعنا هنا لم يتعود إلا على الراي راي كيبه والشور شور كيبه. فلجهة لما تخالفهم في أي شيء ستكون صدمة عليهم كبيرة.